أهلا وسهلا. بغيت نسولك هاد الأيامات كيديروا شي شعاليق في وسائل التواصل الاجتماعي، مم. كيقولوا باللي غنطرا قبيح مع المتابعين، مم. وبزاف ديال التعاليق طايرين بحال ما هكا وكل كيقول، بغيت تجاوب الناس على هاد الانتقادات وعلى التعاليق هادو. أولا أهلا وسهلا. ثانيا أنا ما كنجاوبش، نقدر نشرح لك إياه ونشرح للمتتبعين، وقبل ما نشرح لهم تنقول لهم هذا الموضوع اللي غنهضر فيه راه الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع، اللي ما عنده ما يدير بهذا الموضوع ما كاين لاش يبقى يدخل ثاني ويزيد عليه تعاليق أخرى. أنا ما كنجاوبش في هذاك الشيء، ولكن كاين شي امور اللي خصها توضح. مثلا اول حاجه، انا هذا العام ما كنتش غنشارك في البرنامج، راه البرنامج اللي ضغط عليا انني نكون تما. قلت لي قبيح، انا الصرامه ديالتي في التعقيب ما تيقبلوهاش بزاف ديال الناس، فكاين واحد الخلاف ما بين المتابعين ديال ذاك العام، المتابعين ديال هذا العام، المتابعين ديال ذاك العام يعني كلهم كانوا كيتقبلوا الانتقادات، وكلهم بقات عندنا معهم علاقات طيبة، كلهم كيزوروني، كلهم تيجيو عندي، وكاين اللي مديت ليه يد المساعدة، وكاين اللي دوزتو معايا في سهرات، وكاين اللي دوزتو معايا في بزاف ديال الحاجات، ومن بعد غنذكر لكم الأسماء اللي كيجيو عندي وكيتواصلوا معايا. هاد العام كان خطأ بعدا في اختيار آه، المتابعين. يعني كانوا أصوات اللي هي مهمة كبيرة جدا، كانوا مغنيين مهمين جدا، عندهم تجارب كبيرة، عندهم هادوك. كنت كنظن أن كون يعني تشاور معايا صاحب البرنامج، كان هادوك الأصوات المهمة اللي جاو شاركوا من خلال برايمات كل نهار يعطي فرصة الواحد ماشي يدوز في المباراة، وإنما يقدم لنا أغنية، يكون ضيف ديال السهرة، يكون ضيف ديال البرنامج. إن كانوا كينتاجوا قوة صوتية، وكانوا أسماء بارزة، وكانوا عندهم تجارب وبزاف ديال الحاجات. فأنا كنت ضد أنهم يطيحوا أنهم يجيو للمسابقة. أنا كنت كنتمنى أنهم يجيو ضيوف البرنامج والمسابقة، ونشوفوا ناس اللي هما مبتدئين حافظين وعندهم صوت متميز. هذا هو اللي كنقلبوا عليه حنايا. هذا من جهه. ثانيا، هادشي اللي كنقول لك انا، المفروض انه صاحب البرنامج هو اللي خصو يخرج يقول هادشي، وهادشي اتفقنا عليه، ان صاحب البرنامج خصو يخرج ويهضر ويبين للناس على من كنقبوا. اشنا هو التنقيب؟ التنقيب هو انك كتنقب على شي حاجه اللي هي غابره ماشي واضحه، من الاصوات اللي غابره ما بيناش. اما الاصوات اللي واضحه وخارجه وسميتو، هذيك راه اصلا باينه. فما ما خصناش. ثانيا، انا ماشي قاصح، انا كنعطي تحليل، ولكن الصوت ديالي كنعطيه. يعني الصوت بلا تعليق ما يمكنش. ثانيا، لا، هذا هو اللي خصكم تنتبهوا ليه. اللجنه فيها 4، هادو باينين. اللجنه فيها 4، هادو باينين. راه كاينه واحد اللجنه مداخله معنا ما كتشوفوهاش، نتوما كتشوفوا هادوك ال4 اللي كيهضروا، ولكن راه كاينين واحد الناس هما كيعطيونا رايهم، لا داعي لذكر الاسم ديالهم، وتا هما كيقولوا لينا، وتا هما كيعطيو رايهم، وتا هما تيقول لك هذا يدوز وهذا ما يدوزش.
ثانيا غادي نقول لكم واحد القضيه وكنهزها على رقبتي هنا وهنا. شتي في المداوله هذا العام ما عطيت حتى اسم. كاع دوك المداولات اللي شفتو كنت نتهرب من الاسم، تنقول لهم انا حدي هنا وانتم اختاروا اللي يعجبكم. التعليق ما كنسكتش، ما كنسكتش، اللي بغى بغى واللي ما بغاش ما بغاش. ولكن باش في المداوله نقول لهم فلان ولا فلان، هذيك المرحله دوزتها العام الاول. هذا العام لا، كنعطي التعليق كان سميتو، ولكن ملي كتكون المداوله انا كنخرج بالشهود ديالي. كاينين مني كيقول لي السي حاجب، تنقول لهم دابا كلشي ديالكم نتوما. هذا من جهه. ثالثا، واش قال لك اللي ما تيشوفش من الغربه الاعمى؟ والصوتي انا غادي يغلب 3 الاصوات، غادي يغلب 5 الاصوات. صوتي انا غادي يغلب ديك اللجنه والناس الاخرين اللي كيجيو يعطيو رايهم. صوتي انا هو القوي، انا ماشي صاحب البرنامج، لا، انا كنعطي رايي، وإلا عطيت رايي وسط 3 غير 3 كفاره ما غاديش يقبلوا لي الراي ديالي ويديروا اللي يعجبهم. انا ماشي بوحدي تماك اللي كنجح وكنسقط. ثالثا، راه دوك اللي دازوا كلهم اصوات مهمه، لان في الاول حنا كنتريو الصوت، هذا زوين هذا زوين هذا زوين هذا زوين. ولكن ملي كيجي البرنامج تيقول لك اليوم خص 4 يحيدوا، السيمانه خص 4 يحيدوا، السيمانه الاخرى خص 4 يحيدوا، وهما كلهم اصوات جميله. هناش خصنا نقلبوا على الخطا، على ها صوته زوين ولكن في الاخر راه غير واحد. بالنسبه حاجب الاثمنه الباهظه اللي كتروج مؤخرا بلا عاطينكم 300 مليون، باقي ما شدينا حتى ريال، وفعلا هذا الكلام صحيح. باقي ما شدينا حتى ريال. بعدا ما كاين لا 300 لا 400 مليون لحد الساعه، باقي ما شديناش حتى سولدي بيض. واللي قال لك شدينا 300 مليون يجي يحسبها معنا وياخذ منها 150 مليون، خلينا احنا 150. هذا من جهه. من جهه اخرى ما تنساش دابا الا دخلتي للبرنامج، المغني اللي يقول لك هذا هو صاحب اللقب، هذا اللي خصو يديها. كيجي الاخر هذا اللي خصو يديها، هذا اللي خصو يديها. كيجي الاخر تيقول لك هذا هو اللي خصو يديها. راه 60 واحد، اجي تعزل لينا واحد. راه هذوك كلهم صوتهم زوين وكلهم خصهم يدوزوا، ولكن راه البرنامج باغي غير واحد. خرجوا انت. انا كنقلب على صوت يكون مبتدئ صغير حافظ، الصوت ديالو رنان، هذا هو اللي يكون حافظ ويكون يعني عنده القواعد الثابته ديال الاغنيه الشعبيه. دابا المشكل ديالنا حنا ملي كتقول لي الاغنيه الشعبيه عندها قواعد ما تيفهموهاش. علاش؟ لان التراث ديال بلادنا حنا محقور، وما خصكم يعرفوا كل بلاد في العالم عندها تراث كتحتفل به وكتحترمه. حنا بلادنا كل دوار فيه تراث، اغنى الدول في التراث هو المغرب، لا من الصناعه ولا من الجزل ولا من الكلام ولا من الغناء ولا من الطبائع ولا من. ولكن حنا لا داك الاغنيه ديالتنا حنا الشعبيه ديالتنا محقوره. انا نعطيك واحد الدليل. انا كنت في واحد العرس جابوا فيه مغني من الشرق ولا ما عرفت منين، من لبنان ولا داك المصيبه، احتراماتي ليه. من ناض هو دهجت الدنيا وقامت القيامه، جاب لي الله انا في لبنان. من انت؟ انا والله ما تحرك معايا واحد. وتقبلها وتقول لك الحقيقه. حنا كنحطوا ولدنا وكنراريو بالقرض، ولدنا كيبكي وكنراريو بالقرض، حيت كتقول الاغنيه الشعبيه عندها قاعده ما تتقبلوهاش. لا، تيخربق علينا. لا سيدي، الاغنيه الشعبيه عندها قاعده، وإلا سميت شي شرقي ولا شي خليجي غني لينا الاغنيه الشعبيه المغربيه، وإلا كان سمي شي استاذ في الموسيقى يجي نوطي لينا العيطه، يكتبها وينوطيها ويكتبها بالنوطه.
ما يمكنش، من اخطر ما يتكتب هو العيطه. جيب موسيقي من العالم المغربي، جيب ليه اي موسيقى غادي يعزفها. جيب موسيقي انت من العالم قول لي عزف لي العيطه، ما غاديش يعزفها. ولكن حنا هادشي ما تنكبروش به. مين كاينين اساتذه كبار منا وباحثين كبار منا دايرين مجهود انهم يوضحوا هذه المسائل هذه، وخدينا منهم حنا باش نكونوا جيل واسط ما بيننا وبين الجيل اللي جاي. ثانيا، الا غادي تعطي لواحد اللقب ديال النجم الشعبي، عشان هو النجم عرفتيه ولا ما عرفتيهش. ولكن الله يكون في العون. كل واحد تيجي تيقول لك انا اللي خصني نديها، وعائلته تيقول لك هو اللي خصو يديها، وصحابو تيقول لك هو اللي خصو يديها. ولكن راه كاين منظور اخر، وراه كاع هذيك 60 واحد باغيين يديوها، فاميلتهم وصحابهم باغيين يديوها. ولكن كي غادي دير ليها انت؟ وريني، يلا كي غادي دير ليها؟ السؤال الاخير السي حجيب، بالنسبه بالنسبه للعام الجاي ان شاء الله غادي يكون في النجم الشعبي ولا كاين شي؟ قلت لك انا هذا العام غير البرنامج اللي حتم عليا انني نكون. اما هذاك العام الاخر انا كنت مرضت من موراء البرنامج. اما غير هذاك الشيء كيداز بصعوبه يعني هذا. وثانيا الى غادي الصرامه ديالتي يعني المعقول ديالي في التصويت، كي الضمير ديالي كيأنبني. ما خصنيش ندير نحيد الحق لهذا ونعطيه لهذا. انا ما كنجريش العاطفه، انا كنشوف اللي قدامي. خصك تعرف واحد، انا نعطيكم واحد السر في الكواليس. شي اسماء داروا الشغب، وهذه حقيقه. شي اسماء داروا شغب كبير. والعربيه داروا الفوضى وداروا المشاكل، وخصهم يتحيدوا. ولكن انا واللجنه حتى هي حقيقه، اللجنه حتى هي قالت اودي حنا ما كنشوفوش الكواليس، كنشوفوا قدامنا. الكواليس هذاك خطا ديالكم. اللي قدامنا حنا كنشوفوه كيأدي. اش دار في الكواليس، ضرب ولا عير ولا سب ولا سميتو، هذاك الشيء ما تيهمناش حنايا. هذه من جهه. ومنين كيطلع قدامنا تنحكموا عليه على داك الشيء اللي قال واللي غنى، ماشي داك الشيء اللي سمعناه دار في الكواليس. وثالثا، وهذا هو اخطر، فكانوا اخطاء هذا العام في اختيار المتبارين. هذاك الاختيار اللي كان تيختار هو كله ماشي من صالح هذوك الناس اللي كانوا جالسين في اللجنه. ملي كتجيب ليه 60 واحد 20 واحد في نفس المستوى، الصوت والاداء والقوه ولا سميتو، كي غادي دير نتايا؟ يلا. ثالثا، الله يخليكم، اولا وقبل كل شيء، راه كان قرار فوق قرار باش نكونوا واضحين. وهذا الشيء راه كنا اتفقنا مع صاحب البرنامج انه يخرج يدوي ويخرج يتكلم قبل البرنامج ويوضح للناس ويقول للناس اشنو كاين. الضجه اللي نايضه على واحد من المتبارين، هذاك عطيناه يعني الاصوات ديالنا كتعطاه، الصوت ديالو ما كاينش خوه، صوته عطيناه الاصوات، صوتنا عليه وصوتنا عليه وصوتنا عليه. هو الملاحظه اللي كاينه هو انه ما بغاش التعقيب، صوتوا بلا ما تعقبوا. وكون نهار اللي جا، راه نهار اللي جا بدينا كنسمعوا الهضره، هو حنا غنوليو في باك صاحبي، باقي يلاه جا ودخل التعاليق الاولانيه، هو حنا غنوليو في باك صاحبي وباين شكون اللي غيديها. وانا غادي نقول لكم في البرنامج
الحلقة الأولى والثانية والثالثة كيبان شكون اللي غادي يديها من خلال ما تنشوف، وكتكون عندنا فكرة على أن هذا في الآخر إلا بقى هكا راه هو اللي غادي يديها. فما تشتنوش راسكم مع البرنامج، وهذاك جيب فمو قول راه ما كايناش، وحاجب راه ما كيتحكمش. انا غنتحكم في لاله نجاة اللي قبل مني في الحرفه بسنين ومنين، غنتحكم في السي عبد العزيز الستاتي اللي قبل مني في الحرفه بسنين ومنين. ما غاديش حتى لا غادي نتحكم في 3 الاصوات، ما يمكنش. راه كانوا 6 اخرين، يعني 3 في 3، انا هو 7. يلا انا كاع غنسوقهم، ايوا انا ندير برنامج ديالي خاص ونجح اللي بغيت ونسقط اللي بغيت. فالله يهديكم، ما تبقاوش تخلطوا الامور، وما تبقاوش يعني يجيب يا فم وقول، واللي بغى يشرح شي حاجه حتى يعرفها ويعرف اش كاين في الكواليس ويعرف اش كاين في البرنامج ويعرف اش كاين. عاد يهضر انت حاجب سقط فلان، حاجب ولي سقط فلان، حاجب وقت فلان. هذيك الملاجات اللي كتشوف بين اللجنه، فصاحب البرنامج كيفرضها عليهم، تيقول لهم بغيت الملاجات. انا ما كنتلاجا حتى مع واحد، انا كنحترم الراي ديال كل واحد فيهم. انا كنقول رايي، اللي قبله هو داك، اللي ما قبلوش هو هذاك. ولكن انا ما كنعقبش على شي واحد في اللجنه، انا هو عرفتو علاش عطا وعرفتو علاش ما عطاش، هذاك شغلو هذاك. ولكني انا مني كان داكشي اللي كنشوف، ولا سيما انا كتقولوا الاصوات، راه كاينين اصوات احسن منا، بغيتو ولا كرهتو. كاينه تماك اصوات احسن منا ب1000 درجه، كاين الاداء ديالهم احسن منا ب1000 درجه، وهذا اعتراف مني. ولكن بغينا من يكون غدا فنان، يكون غدا فنان شامل. حنا ملي غادي نبغيو نختاروا واحد، كنبقاو نقلبوا على فين كاين الخطا. وانتم كتشوفوني انا راه ما كنتسرعش في التصويت، كنبقى حتى لاخر لحظه. يعني كنشوف هذا السيد واش غادي يكمل دوك 2 دقائق ولا 3، ما غيكون فيها لا اخطاء لا والو، الصوت والاداء والكلمه والنطق وكل شيء. فتنقول لكم اولا عواشركم باركه مسعوده، وكنتمنى هذا الفيديو يوضح شي شويه. وإلا بغيتو شي توضيحات أخرى وبغيتو شي أفكار أخرى فمرحبا. وثانيا البرنامج راه صعيب في التصوير، راه تنبداو مع 3 د العشية، ما كنساليو حتى ل 8 د الصباح د الغديه ولا 10 ولا 11 بهاد الخطرات. فأنا ما يمكن لي شي، هاد العام دوزتو غير بزز، وما يمكنليش العام الجاي نبقى حتى حيت كنقولوا شي شروط وهذيك الشروط ما كدارش، وشي فيديوهات تيخرجوا من البرنامج ما كاين لاش يخرجوا، يعني ما كاينش، ما عندهم حتى معنى. ثالثا الاخبار ديال البرنامج كتخرج برا كتسرب، الا بغيتو تسربوا الاخبار ديال البرنامج من داخل كاينه امور اخرى خصها تسرب. سي عجيب. بالنسبه للعام الجاي شكون اللي كتظن انه غيجي في بلاصتك انا كنرشح اللي يقدر يكون في بلاصتي مصطفى بورقون. انا كنقول مصطفى بورقون يجي في بلاصتي. ولا سمحتي لي غادي نزيدكم واحد الفكره اخرى كنت طرحتها على صاحب البرنامج، انه يعطي حق الجمهور في التصويت. رفض. انا من المسائل اللي كانت غتسهل علينا هو انه عده مرات كنقول له من الاحسن خلي الجمهور يشاركنا في التصويت، يعني يدير واحد الحلقه خاصه اللي يدخل معنا الجمهور ويسهل علينا التصويت ويسهل علينا بزاف الحاجات. فهو كان ضد هذه الفكره، وكنتمناو للبرنامج استمراريه، وكنتمناو ليه بزاف ديال الحاجات. واش غادي نقول لك،
وكنتمنى أن الكلام ديالي يكون خفيف عليكم وتفهموا المغزى ديالي. وباش بديت باش غنكمل، اللي عنده إلمام بهذا الموضوع واخا تدخل ليه، اللي ما عندوش إلمام بهذا الموضوع ما كاين لاش يدخل ليه. هذا هو اللي غنقول لكم، وتبارك الله عليكم.